سلام حبوبات قلبي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير في صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما نساوش نصلي ونسلموا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبوباتي اليوم جيتكم بالوصفه تاع هذا الفول اللي راهو وقته وراهو بيريود قليله ويروح، لازم نغتنموا الفرصه منه وطيبوه وديروه لوليداتكم. راهو فيه فوائد عظيمه يا حبوباتي. فيه بزاف لي فيتامين. نتمنى انكم تجربوه. اليوم جبته لكم على طريقه اللي كيفاش يعني نديروها حنا، وكاين طرق بزاف كيفاش يعني تقدروا ديروه. هكذا يجي بزاف بنين، وتجي مع هذيك المرقه الثقيله. لاصوص تاعو تجي ثقيله، تقدروا تغمسوا وتاكلوها. هنا شوفوا هاو الفول هكذا تقدروا تشريوه هكذا منقي كيما تقدروا تشريوه وتنقيوه. هذوك معيدو يبيعوه هكذا طول منقي هكذا. تشريو منه كميه، تغسلوهم مليح مليح. هنا عندي حبه تاع بصل كنت قطعتها هكذا رقيق رقيق، زوج سنات تاع ثوم وحبه تاع طماطم اللي كنت ربيتها. بالنسبه لي زيبيس عندي شويه من راس الحانوت، فلفل الاحمر، الكمون اللي اساسي في هذه الوصفه، الملح والفلفل الكحل والكزبر بيان سور. ونجيو نبداو مع بعض. انا هنا جبت لاكوكوت درت فيها شويه تاع زيت، ورايحه نبدا نقلي هذه البصله. كيما نعرفوا دوكا راهو الوقت تاع البصله هذه الطويله يسمى نقطعوها رقيق رقيق هكذا، ونحطوها تقلى هي والثوم مليح مليح. خليوها نعطيوها وقتها في التقليه. كما نعرفوا هذه البصله يجي تجي ماكلتها بنينه عسل، ويعني ميم راهي هكذا قطع صغيره راح تخثر لنا لاصوص تاعنا ورايحه تذوب ما تبقاش. نقليها هكذا شويه على نار قليله، ونبقى كل مره هكذا نحركها. قلت لكم بالنسبه هذا الفول يعني كاين طرق عديده، والطريقه اللي معروفه هي هذيك اللي نغليوه في الماء وذيكم بعدا نوليو نديروا له الكمون. اليوم انا حبيته يعني كيما هكذا ديروه وجبه كامله. تجيب هذيك المرقه الخاثره، وكما نقولوا تقدروا تغمسوا معها، تقدروا تزيدوا معها يعني شويه تاع بطاطا، وانتم يعني تجيكم روعه. بعد ما تقليت البصله كيما شفتوا كنت هزت هذيك حبه الطماطم وزدت على راس الملعقه برك طماط كونسونطري، طماطم مصبره غير شويه. نزيد نقليهم مع بعضهم، ومن بعد نجيب هذاك الفول ونخليه يتقلى شويه يشرب لنا هذيك البنه تاع الطماطم، وندير له ثاني لي زيبيس ونخليهم يتقلاو شويه. نقليب الفول البنات به يجينا بنين. شوفوا كيفاه، على بالي كاين بزاف 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 عشاق الفول. نقول لكم حبوباتي جربوا هذه الوصفه وبهذه الطريقه رايح يعجبكم. زدت هكذا لي زيبيس اللي كنت درتهم ونزيد نخلط. يعني كيما راكم تشوفوا كل ما نحط مكون نقليه شويه نعطيله حقه، ومن بعد به نولي نمرق. دائما راني على نار قليله حبوباتي. قولوا له نتوما واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير في صحه جيده. حبوباتي توحشكم بزاف بزاف، على بالي طولت شويه غايبه بس ان شاء الله هذا نوليو مع بعضنا. هنا حبوباتي بعد ما كانت تقليت بهذه الطريقه رايحه نجي هنا نمرقها. شوفوا بالنسبه الماء مرقتها بما لازم يكون سخون يغلي، وما تكثروش بزاف الماء. شوفوا جوست مع الحقت مع الفول حبست كيما هكذا، ونخليها الطيب. راح نغلق عليها لاكوت، ما يديش يعني وقت بزاف في الطيب. نتوما كي تشوفوا الحبه تاعكم طابت هذيك هي، ما تخليوهاش حتى كيما نقولوا يتهرى لكم مره. خليو الحبه تبقى حكمه روحها به، من بعد كي تعودوا تاكلوا فيه كيما نقولوا ما تلقاوهش كيما فيه طايب مهري وحبوباتي هنا كنت رافقت معاه كسره، حنا نقولوا كسره خصيص، وكل واحد كيفاش يقول لها. هذه تاع الدقيق والزيت وملح والماء بالماء. كنت نطيب من جهه الكسره، والفول تاعي من جهه منا كان يطيب. وشوفوا كيفاش بعد ما كان طاب، شوفوا هذيك لاصوص كيفاش تجي خاثره وتجي بنينه. ندير له رشه تاع معدنوس ورشه هكذا كنقدموا تاع كمون. حبوباتي تقدروا كي تعودوا طيبوا فيه ديروا له شويه تاع كرافس ثاني يزيد له في البنه. انا ما كاش متوفر عندي، نتوما تقدروا ديروا شويه كرافس كي تعودوا تقليوا في الفول.
هنا شوفوا حبيت نعت لكم باللي راهو طاب زبده. هنا كنت بيد واحده وراني نصور بيد ونقسم بيد ما قدرتش كيفاش. شوفوا حبيتي هنا قسمت لكم هكذا غير بصبعي به تشوفوا باللي راهو طايب زبده. نتمنى تجربوا حبوباتي الوصفه هذه تاع اليوم تكون عجبكم ويكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش كامل ذكا فضلا وليس امرا تخليوا لي جيم وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.